أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم تبسي اللوبيا البيضة. هنا عندي الدجاجة خليتها على النار. هنا عندي هاي بوتيتها قشرتها وراح أذبها ويا الدجاج، أسلكها ويا الدجاج بالتشريب مال الدجاج مثل ما تشوفون. هنا خليت البوتيتة ويا الدجاجة، طبعا يصير طعمها كلش طيب إذا يعني استوت ويا التشريب مال الدجاج. هنا هاي تركيبة مال التمن، حطيت عليها الدارسين والهيل، خليت التمن وخليت الكركم عليه. هنا هسه أسلق التمن. عندي هذا البصل ثرمته قطعته بهالشكل هذا. هسه راح أبدي أحمس البصل مثل ما تشوفون. هنا نسد بصل، عندي هاي الفلفل الألوان والفلفل الحار الأخضر، هسه أثرمه. عندي هذا الحمص واللوبيا البيضة، أنا سالقتهن مخليتهن بالمجمدة طلعتهن. عندي هنا هسه البصل مثل ما تشوفون حمسته. هنا خليت عليه الفلفل الألوان، طبعا الفلفل الألوان الطعم كلش طيب. راح أحمسه ويا البصل مثل ما تشوفون. هسه أديه حمسه يذبل شوية. هنا راح أخلي الحمص مثل ما تشوفون، الحمص وهاي اللوبيا هم خليتها أنا سالقتها مخليتها بالمجمدة مثل ما قلت لكم. عندي هاي البهارات مثل ما تشوفون، السماق والماجي والكركم والكمون خليتها. هنا مثل هسه خليت الدجاجة طلعتها، أنا سالقتها وطلعت البوتيتة خليتها على ذلك كل شيء اللي حمسته وياكم. هنا خليت زيت الزيتون وشوية كركم. راح أدهن الدجاجة كركم شوية صبغة المندي مثل ما تشوفون. هنا خليتها على الدجاج. طبعا تبسي كلش طيب. هنا خليت التشريبة مال الدجاج خليتها على اللوبيا والفلفل والبصل والحمص مثل ما تشوفون. هذا التشريب. دخلتها الفرن. هنا خليت السباكيتي على التشريب مال الدجاج، كذلك راح أستوي السباكيتي أسلقه بالتشريب مال الدجاج. هنا طلعتها من الفرن بعد نص ساعة، خليتها بالفرن طلعت بهالشكل هذا، طعمها كلش طيب. هنا عندي هذا السباكيتي اللي سلقته بتشريب الدجاج، هم طعمه كلش طيب. عندي هاي روبة وهذا التمن ريحته كلش طيبة، الزلاطة وهاي الدجاجة. تبسي اللوبيا البيضة والحمص والفلفل الألوان، طبعا جربوه طعمه كلش كلش طيب. وسلقوا البوتيتة بالتشريب مال الدجاج. هذا الدجاج مثل ما تشوفونه.